بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها، وخصوصا في هذا الشهر العظيم، هو ذكر الأموات أيها الأحبة، أموات المؤمنين والمؤمنات. فينبغي أن نجعل لهم من أعمالنا الصالحة ومن قراءة القرآن والدعاء والصلوات والصدقات والقربات وكل الأعمال الصالحة، نجعل لهم نصيبا منها، لأن الأموات انقطعوا عن عالم الدنيا وانتقلوا إلى عالم الآخرة، عالم البرزخ، وحيث لا عمل هناك، فينتظرون الأعمال الصالحة وينتظرون الدعاء لهم والذكر لهم. وأدعية أهل البيت عليهم السلام ورواياتهم أشارت إلى هذا المعنى. فنحن نقرأ في أدعية الأئمة عليهم السلام هذه العبارات: اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وكذلك من هذه الأدعية الدعاء الوارد باستحبابه بعد كل فريضة في شهر رمضان المبارك: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. فالمعصوم سلام الله عليه يربي ويدلل ويعلم ويرشد إلى هذه القضية، وهي الدعاء والذكر للأموات. فينبغي لنا جميعا أيها الأحبة أن نجعل بعض أعمالنا، بعض قراءاتنا، بعض عباداتنا للأموات، سائر أموات المؤمنين والمؤمنات. مثلا